السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. معانا ومعاكم هنبدأ في مادة الفلسفة. مادة جميلة جدا بتتكلم عن التفكير والعقل البشري، وهنعرف فيها حاجات كويسة جدا وحاجات أول مرة نعرفها عن العقل البشري وعن التفكير بتاع الإنسان، وهنقابل مواقف كتير بنعيشها في حياتنا العامة العادية. فإن شاء الله تكون مادة سهلة وهنشرح مع بعض شرح بسيط وجميل جدا وبإذن الله تفهموا. طيب، أول درس أو الباب الأول بيتكلم عن مبادئ التفكير. طيب، أولا إيه هو التفكير الإنساني أو إيه هو النشاط العقلي للإنسان؟ هو عبارة عن إيه أصلا؟ قالك دي هبة من الله منحها سبحانه وتعالى للإنسان وميزه بها عن سائر المخلوقات. طبعا كلنا عارفين ان ربنا خلق الانسان بمخ وبيفكر وبيخطط وبينفذ. ما اداش الهبة دي او الموهبة دي او العطية دي لأي من الكائنات التانية. الحيوانات مثلا، الطيور، الحاجات دي كلها عندها مخ، بس ربنا ما خلقهاش بالتفكير ان هي تفكر وتدبر وتخطط وتتصرف زي البني ادمين. فدي حاجة ربنا ميزنا بيها احنا كبشر. طيب، ايه تاني حاجة ممكن نعرفها عن التفكير الإنساني؟ إن هو فطري وليس مكتسب. يعني دي مش موهبة احنا بنتعلمها على مدار الوقت ان احنا ازاي نفكر او ان احنا عندنا مخ اصلا ازاي نشغله. دي حاجة كده بالفطرة، انت بتنزل من بطن امك عارف ان ايه، ان انت عندك مخ وانك بتفكر وعندك خطط وعندك حاجات عايز تعملها وتفهم الدنيا من حواليك. فدي حاجة بالفطرة عندنا، مش حاجة احنا بنعمل فيها اي مجهود. طيب، وليست سمة مشتركة بين الإنسان والبيئة، بل هبة من الله. زي ما احنا قلنا ان دي مش حاجة مشتركة بين الإنسان وبين الكائنات التانية أو أي حاجة في البيئة محيطة بينا، نباتات، حيوانات، جماد، أي حاجة من الحاجات دي. لا، دي هبة منحها الله للإنسان فقط. طيب، مفهوم افتراضي. هو التفكير ده مفهوم افتراضي. تمام، يعني ايه؟ يعني التفكير دي حاجة افتراضية انت ما بتشوفهاش بعينك بتحصل قدامك، دي حاجة بتحصل في عقلك، حاجة غير مرئية. فهو مفهوم افتراضي، انت مش بتلمسه بايدك، مش حاجة مادية، دي حاجة معنوية. تمام، لا نلاحظه بشكل مباشر بل نستدل عليه من السلوك. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا ان دي حاجة انت ما بتشوفهاش، دي حاجة بتحصل في مخك، بتحصل في عقلك، انت ما بتشوفهاش، بس احنا بنستدل عليها من التفكير أي من السلوك. تمام، زي مثلا لما إيه تلاقي طفل تفضل مثلا مراقبه لحد مثلا ما يعمل موقف معين. هو هنا الطفل كان بيفكر ان هو يعمل حاجة وراح عملها. تمام، فانت ما شفتش عملية التفكير اللي دارت في مخه، بس انت استدليت عليها من السلوك بتاعه. قلت ده اكيد كان بيفكر ان هو يروح يلعب بالكورة عشان كده راح مسك الكورة. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ طيب، التفكير الإنساني هو عملية عقلية، ماشي، معرفية، ذهنية، نرسم بها خريطة العمل المؤدية إلى تحقيق هدف ما. يعني احنا بنعمل عملية التفكير دي عشان نرسم بيها خريطة، عشان نعمل بيها عمل معين عايزين نحقق منه تحقيق. زي مثلا لما تفكر في مشروع أو تفكر في حاجة. تمام، دي عملية عقلية، حاجة انت عملتها في مخك، انت فكرت في مشروع. المشروع ده انت عاوز توصل منه لهدف معين، هو انك تكسب مثلا، انك تتشهر، انك تعمل حاجة، انك تسافر مثلا، او ايا كانت. مش لازم مشروع يعني اي فكرة في دماغك. تمام، انت بيبقى ليك هدف معين، فانت فكرت في الفكرة دي. طيب، بيقولك اقترح تعريفا للتفكير. طبعا العلماء والفلاسفة وكله اختلف على تعريف التفكير، فكل واحد كان بيعرفه بطريقته. بس اكتر تعريف هم وصلوا له ان هم هو عملية عقلية راقية. يعني ايه راقية؟ يعني حاجة مستواها عالي شوية،
مش اي كائنات تعملها، او مش اي حيوان يقدر يعمله، ومش اي حد يقدر يعمله غير ايه، غير الانسان. يعني هو عملية ايه، راقية، مش حاجة معتادة بيعملها كل الكائنات. طيب، عملية عقلية راقية يقوم بها الإنسان لمواجهة إيه؟ ظروف الحياة أو حل مشكلة. زي مثلا لما يبقى عندك مشكلة أو يبقى عندك حاجة، فأنت تقعد إيه؟ تفكر عشان تحل المشكلة دي. طبعا الحيوانات أو البهايم أو الطيور أو الزرع ما بيبقاش عنده مشاكل، وما بيبقاش حتى لو عنده مشكلة أو لو عنده حاجة ما بيفكرش إن هو يحلها، لأن هو ربنا ما ادهوش عطية التفكير. طيب، ليه بنسمي الإنسان المفكر؟ ليه؟ لأنه يفكر بطبيعته كما يسمع ويبصر. قام ببناء تلك الحضارة بالتفكير، يعني الحضارات قامت بالتفكير. تمام، زي ما احنا عارفين مثلا حضارتنا الفراعنة المصريين القدماء كانت ناس بتفكر كويس جدا وبتخترع حلول لمشاكل. تمام، وكانت ناس ايه، متقدمة جدا في كل العلوم تقريبا. تمام، فالتفكير الإنساني ده أو موهبة التفكير دي والعطية اللي ادهالنا ربنا دي خلت إن في حضارات ايه، تقوم. طيب، فعندما نقارن بين الإنسان في العصور القديمة والإنسان في الحياة المعاصرة نجد أن الفرق شاسع. طب ليه الإنسان مختلف رغم إن هو الإنسان، وهو نفس المخ ونفس العقل البشري، وهم كانوا بيفكروا وإحنا دلوقتي بنفكر؟ اختلاف حاجات كتير جدا. تمام، اختلاف العصر اللي إحنا عايشين فيه من العصر القديم، اختلاف التكنولوجيا، ما كانش عندهم التكنولوجيا اللي كانت عندنا حاليا. كانوا هم بيفكروا بتفكير أعمق شوية. كان تفكيرهم طبعا مختلف، وعندهم عادات وتقاليد مختلفة غير العادات والتقاليد حاليا. يعني اللي خلى المصريين القدماء يبنوا الأهرامات ويبنوا مقابر تبقى كبيرة بالشكل ده وتبقى عظيمة بالشكل ده ولسه قاعدة بقالها 7000 سنة، فده مش أي حد يعمل إنجاز زي كده. غير طبعا ايه، التحنيط وحاجات كتير جدا عن المصريين القدماء لما بنعرفها بنلاقي ان هم تفكيرهم كان مختلف جدا عن تفكيرنا، ورغم كده هم كانوا متقدمين جدا. تمام، فعشان كده هنلاقي ان في فرق بين الانسان القديم والانسان الحالي. طيب، النشاط العقلي عند الانسان، كيف تتم عملية التفكير؟ عملية التفكير دي ازاي بتتم، او ايه اللي بيحصل عشان مخك يبدأ يفكر؟ مخك كده هو بيفكر مع نفسه كده هو عمال على بطال؟ اكيد لا، في مؤثرات بتحصل بتخلي العقل يشتغل. زي ايه بقى؟ عندما يتعرض الفرد لمؤثرات او مواقف يتم استقبالها من خلال الحواس، زي مثلا سمعت كلمة معينة، او شفت حاجة قدامك، شفت مشكلة قدامك، شفت حاجة هتحصل، او سمعت حاجة، او او استقبلت اي موقف او اي حاجة عن طريق ايه، حواسك، اللي هو اللمس، السمع، النظر، الكلام، الحاجات دي كلها. بعدها ايه، بيبدأ المخ البشري بممارسة بعض الأنشطة الذهنية الغير المرئية، ركز في كلمة الغير المرئية دي، لتفسير هذه المؤثرات، وهذه الأنشطة تسمى بالتفكير. طيب، الحالات والمواقف التي تثير النشاط العقلي للإنسان، اللي ممكن يحصل يخلي دماغك تشتغل؟ أول حاجة التنظيم. لما تحب مثلا تنظم يومك، تنظم مذاكرتك، تعمل جدول، تنظم يومك. انا النهارده هروح مثلا النادي، هروح الدرس الفلاني، هقعد اذاكر، مش عارف هعمل ايه كده. التنظيم ده بيخليك انت تقعد تفكر، فانت لما تفكر تقول انا عندي 1 2 3 ممكن اعمل ده في الوقت الكذا، وده الصبح، وده بالليل، وده كذا وده كذا. فانت هنا بتشغل عقلك، وده نشاط عقلي. طيب، زي ما مكتوب كده اهو، عندما ترى زميلك يجب على أسئلة المدرسين ومتفوق ويحصل على أعلى درجات. طيب، ايه تاني؟ مثال، طالب يحدد أهدافه جيدا يحرص على تحقيقها، ده
دي من الحاجات المنظمة. يعني انت لما تبقى طالب منظم بتحدد اهدافك وبتحدد انت عايز تحقق ايه، فده بيخليك انت ايه مركز في مذاكرتك ومركز في مستقبلك وفي دروسك. فده بيخليك انت طالب بتجاوب مع المدرسين ومركز في دروسك ومتفوق وبتجيب درجات عالية. طيب زي ايه تاني؟ التذكر. عندما تتذكر موقف وخبرات في الماضي، كتذكرك لأصدقائك في الإعدادية. مثلا جيت كده هو ايه، انت بقيت في ثانوي دلوقتي، فانت قاعد تقول الإعدادي وأصحاب إعدادي وكلنا اتفرقنا ومش عارف ايه. فانت لما تقعد ايه تقول تسترجع كده هو ذكريات الماضي وذكريات الطفولة الحلوة دي. تمام. دي عملية فكرية أو ده نشاط عقلي أنت مش شايفه، هي حاجة بتحصل في مخك. طيب إيه تاني؟ التخطيط. عندما تفكر في مستقبلك وتضع خطة لحياتك وتحدد إيه أهدافك. مثال تخطيط لنفسك لكي تصبح إعلامي مشهور في المستقبل. زي مثلا لما تخطط لأنك عايز تجيب درجات عالية من هنا لحد آخر السنة، فانت تحط جدول لنفسك، وانا هذاكر النهارده كذا وبكره كذا وبعده كذا. تمام. فالتخطيط ده عملية برضو فكرية. طيب حل المشكلات. لما يبقى عندك مشكلة وتبقى عايز تحلها، ده برضك بيبقى نشاط فكري. عندما يعرض زميل لك عليك مشكلة فتقول له دعني أفكر لكي أجد لك حل. لما يبقى صاحبك عنده مشكلة أو حاجة ويقول لك أنا عندي مشكلة الفلانية، تقول له خلاص سيبنا أفكر وبعدين هرد عليك. مثل اقتراب موعد الامتحان ولم تذاكر جيدا، فشرحت ذلك لمعلمك فقام بمساعدتك في حل المشكلة. طيب دلوقتي معانا خصائص التفكير الإنساني. أو التفكير الإنساني ده بيكون ليه أشكال كتير، هنعرف الأشكال دلوقتي بتاعته. طيب التفكير بيقولك نشاط عقلي إنساني. يعني يعتمد على إحساس الفرد وإدراكه ومعلوماته وخبراته السابقة. إزاي؟ بيقولك مثال المرأة تزداد خبراتها في حل مشكلاتها مع أولادها بعد خبراتها مع الطفل الأول. كلنا عارفين إن أول تجربة في أي حاجة في حياة الإنسان بتكون صعبة، أو الإنسان لما بيدخل كده على حاجة أول مرة ما بيكونش عنده ليها خبرة أو تجارب أو أي حاجة من الحاجات دي. فلما الإنسان بيعدي بأول تجربة بيبقى عنده بيبقى خد خبرة. تمام. بيبقى خد خبرة، خلاص عارف الحاجة الفلانية بتتعمل بالطريقة الفلانية، فخلاص هو حفظ. تمام. بيبقى سهل عليه في المرة التانية لما يدخل في نفس التجربة بيبقى عارف يتصرف. طيب كمان؟ التفكير نشاط عملي. هو مش بس تفكير حاجة مرئية انت ما بتشوفهاش، بس ده بيتحول لحاجة عملية. ازاي؟ لأن تفكير الإنسان يؤدي إلى تغيير الواقع إلى الأفضل. مثال اختراع الطائرة والقطار والكمبيوتر والموبايل. الحاجات دي كلها غيرت الواقع بتاع الإنسان للأفضل. بقينا متطورين، بقينا متقدمين، سهلت الدنيا أكتر وسهلت الحياة أكتر. يعني كانت مجرد فكرة، جه إنسان فكر في حاجة قالك إحنا عايزين والله نعمل قطر عشان يبقى في حاجة بتوصلنا لمسافات بعيدة. تمام. ويوصل ناس كتير. ففكر في فكرة القطر، قالك طب احنا عايزين نسافر من بلد لبلد، طب في بحار، في أنهار، في محيطات، في يابس، في مش عارف مش هينفع قطار. طب قالك لا نعمل حاجة في الجو، في طيارة. تمام. فالتفكير ده غير حياة الإنسان. إذن التفكير هنا هو اتحول من إنه نشاط فكري إلى نشاط عملي. طيب تاني من خصائص التفكير؟ إدراك للقوانين العامة. يعني إدراك للقوانين العامة؟ حيث يستخدم الفرد خبراته السابقة التي تساعده على فهم وتفسير القوانين العامة.
مثال: عن طريقة التفكير توصلنا لقوانين الجاذبية، وتوصلنا للقوانين التي تفسر السلوك الإنساني في مجال علم النفس. طيب، يعني التفكير ده بيخلينا ندرك إن في قوانين حوالينا في العالم. وإيه كمان؟ يعبر عنه في شكل لفظي رمزي. يعني إيه الكلام ده؟ بيقولك هنا؟ بيقولك أن اللغة هي تعبير عن فكر. اللغة، الكلام اللي احنا بنتكلم بيه هو تعبير عن فكر. منطوق، فكر منطوق. فالفكر لغة غير منطوقة. الفكر نفسه اللي انت بتفكره في مخك ده لغة لغة غير منطوقة، حاجة ما اتنطقتش. تمام؟ واللغة اللي هو الكلام اللي بيطلع منك او اللغة بتاعتك هي فكر منطوق. يعني الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة. طيب، مثل الشاعر يعبر عن تفكيره باللغة في صورة جمل وألفاظ. الشاعر يكتب لك جمل، يكتب لك بيت، يكتب لك شعر، بيت من قصيدة كده في صورة جمل وألفاظ. أما عالم الرياضيات يعبر عن تفكيره بالرموز والأعداد. لما يبقى عندنا مسألة رياضية مثلا أو مسألة فيزيائية أو حاجة من الحاجات دي، فالعالم عشان يجي يحل المسألة دي أو يحل المشكلة دي، هي بيبقى اسمها مشكلة. يعني حتى لو هي مسألة هي اسمها مشكلة عايزين لها حل. تمام؟ بيعبر عن الحل بتاعه او عن تفكيره. هو يفكر يقول لك ده احنا عندنا كذا وكذا، فاحنا هيبقى حلها كذا وكذا وكذا. فهو بيفكر، فتفكيره ده اللي هو الحل بتاعه ده عبارة عن ارقام وعبارة عن رموز واعداد. فده تحويلا من الفكر اللي هو الغير منطوق اللي في راسه الى حاجة رمزية وحاجة ارقام زي ما احنا بنقول. طيب، التفكير أو من خصائص التفكير إن هو بيدل على على الشخصية. أي أن التفكير يؤثر ويتأثر بحاجات الفرد ودوافعه وانفعالاته وميوله وخبراته السابقة. مثال: الطالب صاحب الشخصية المعتدلة يفكر جيدا قبل أن يتكلم. تمام؟ يعني انت لو ليك حد من اصحابك كده هو اللي احنا بنقول عليهم العاقلين كده هو في تلاقيه بيفكر كويس، فانت لما يبقى عندك مشكلة اكيد انت على طول بتروح لدوت. طب لما يبقى عندك مثلا حد من صحابك اللي هو عصبي مثلا، في اول ما هتيجي تقول له ده انت عملت كذا وكذا وكذا، تبص تلاقيه اتشاكل معاك وضربتوا بعض ومش عارف لان هو اصلا شخصية عصبية وتفكيره تفكير عصبي. تمام؟ طيب، هناخد دلوقتي مع بعض أهمية التفكير. التفكير ليه أهمية؟ طبعا ليه أهمية كبيرة جدا وبيفيدنا في حاجات كتيرة جدا. طيب، يتوقف التقدم العلمي والتكنولوجي على على التقدم الفكري. بمعنى يعني احنا لو فكرنا في تقدم تكنولوجي أو حد فكر في اختراع جديد أو في مشروع جديد أو حاجة جديدة، تمام، كل التقدم ده والتكنولوجيا دي متوقفة على على العقل البشري. ان احنا لو فكرنا في حاجات جديدة هنبقى في تقدم اكتر. طب لو ما فكرناش هنفضل زي ما احنا في التقدم اللي احنا وصلنا له، مش هنتقدم اكتر من كده تاني. طيب، يكون ناتجا لعمل المخ البشري الذي يعد آلة التفكير عند الإنسان. وتتضح أهمية التفكير في تحقيق ما يلي: المنفعة العملية للفرد. تمام؟ يعني التفكير بيساعدنا في تحقيق المنفعة العملية للفرد. فالتفكير يساعد الأفراد على المناقشة بشكل فعال. تمام؟ لما يبقى عندنا مشكلة أو لما يبقى عندنا حاجة، يلا يا جماعة احنا هنعمل اجتماع كده صغير نتناقش فيه ونجيب حل للمشكلة اللي عندنا. فده هيوصلنا للحل ده أو للمناقشة الفعالة دي هو التفكير. طيب، فالنجاح يرتبط بتفكير الفرد الجيد. يعني انت لو بتفكر كويس، عندك خطط لمستقبلك كويسة، عندك مشاريع لمستقبلك كويسة جدا، تمام،
فانت تفكيرك كويس، فهيبقى ايه ليك نجاح في المستقبل. انما لو انت مثلا ما بتفكرش في حاجة، وبتفكر مثلا في البلاي ستيشن، في ماتش الكورة، في مش عارف ايه، فاللي هو انت ده تفكير مش كويس. صح، هي الرياضة حلوة ككورة او كجيم مثلا او حاجة، بس ما يبقاش كل تفكيرك في اللعب بس، في الكورة بس، في البلاي ستيشن بس. لازم تبقى بتفكر في مستقبلك كدراسة، كشغل، كمستقبل بعدين، اي حاجة من الحاجات دي، عشان ايه تنجح فيما بعد. تمام. مثال ايه؟ اللاعب محمد صلاح فكر جيدا وخطط ايه لخوض مجال التنافس والنجاح. تمام. لولا ان هو بيفكر كويس وخطط لنفسه ولحياته عشان هو يوصل للمستوى اللي هو فيه، لولا هو نجح ووصل للمستوى اللي احنا عارفينه اللي هو فيه حاليا. طيب، التفكير بيحقق لنا ايه كمان؟ بيحقق لنا المنفعة العامة، يعني بيحقق المنفعة العملية للفرد، بيساعدك انت في حياتك شخصيا تفكيرك لنفسك، وبيساعد المجتمع من حواليك. بيساعد المجتمع من حواليك في ايه بقى؟ هناك علاقة وثيقة بين ايه المنفعة العملية والمنفعة العامة، يعني مصلحتك انت كفرد ومصلحة المجتمع. تمام. التفكير الجيد يساعد الفرد على ايه اصدار الاحكام، القرارات، وحل المشكلات التي ايه تواجهها. يعني التفكير الجيد، انت لو بتفكر كويس وعندك مشكلة دلوقتي، تمام، هتقدر انك تواجهها وتجيب لها حل. طيب، مش وارد ان المشكلة دي تكون في المجتمع، تكون في البيئة المحيطة، تكون مثلا في الحي اللي انت ساكن فيه، عندنا مثلا مشكلة نظافة، او او اي حاجة مثلا، يعني اغلبيتها هتبقى مشكلة النظافة مثلا. تمام. فانت ايه اتجمع مثلا جيرانك والناس المحيطة بيك وتتفقوا انه لا، احنا نرمي الزبالة في الباسكت، نرش الشارع مية، نزرع شجر مثلا عشان يبقى منظر الحي جميل. الحاجات دي كلها هنا انت فكرت فكرة، تمام، ونفذتها. فانت دلوقتي مش بتفيد نفسك وبس، انت بتفيد نفسك، بتبقى عايش في منطقة حلوة وفي حي كويس، لا كمان انت بتفيد المجتمع من حواليك. تمام. الحي كله هيستفاد بالفكرة دي، وهيستفاد بانكم تنفذوا حاجة زي دي، فالمجتمع كله ايه هيستفاد. طيب، مثال زي ايه حل مشكلة فيضان النيل عن طريق التفكير في بناء ايه السد العالي. مين اللي فكر في بناء السد العالي ده؟ شخص واحد هو اللي فكر، قالك احنا نعمل سد عشان ايه نحافظ على المية ونخزنها وكده اهو. تمام. طيب، هل الشخص ده هو بس اللي استفاد من السد واحنا ما استفدناش؟ لا، هو استفاد والمجتمع كله استفاد ومصر كلها استفادت. طيب، ايه تاني؟ التفكير بيساعدنا على تحقيق الصحة النفسية. ازاي تحقيق الصحة النفسية؟ التفكير يساعد الفرد على التكيف مع الأحداث المتغيرة، وبالتالي يشعره بالراحة النفسية. زي مثلا ما قلنا، لو انت عندك مشكلة في الحي بتاعك، مثلا مشكلة النظافة، وانت خلاص مش طايق الجيران ومش طايق الحي ومش طايق الناس كلها، انت مش طايق الحتة اللي انت قاعد فيها اصلا. طيب، اذا انت قلت للجيران احنا هنعمل كذا كذا ونزرع ونعمل، فعلا بدأتوا انكم تنفذوا، فعلا بقي شكل الحي جميل وريحته حلوة والزرع مخلي المنظر حلو، بقيت نفسيتك هتبقى مرتاحة، ان انت خلاص بعد ما كنتش طايق جيرانك ولا طايق المنطقة، لا انت حبيتهم وحبيت المنطقة بتاعتك، وحبيت التغير اللي حصل، وانت بقيت قادر انك تتكيف مع الوضع الجديد الحلو اللي انت عايزه. طيب، ناخد مثال كمان، السفر لدولة أوروبية عن طريق التفكير الجيد، تتكيف مع الظروف الجديدة. تمام. ان انت فكرت انك هتسافر مثلا بره في شغل مثلا، او في دراسة، او في حاجة من الحاجات دي، فانت دي حاجة انت كنت بتسعى لها. تمام. حاجة انت كان نفسك فيها، فانت طبيعي اول ما هتجيلك الفرصة دي، فانت هتبقى مبسوط، ونفسيتك هتبقى متحسنة، وهتقدر انك تتكيف مع الظروف الجديدة دي. طيب، التفكير بيساعدنا على تاني؟ القدرة على على التحليل والتقويم والنقد.
يعني ايه الكلام ده؟ التفكير الجيد يحمي الفرد من ايه؟ من التأثير بأفكار الآخرين. ان انت لو عندك صاحب مثلا كل أفكاره غلط، أو بيفكر بفكر ايه متعصب مثلا، تمام، فانت ممكن لو انت مثلا ما بتفكرش او ما بتحبش تشغل دماغك باي حاجه وبتاع، ممكن تمشي ورا صاحبك ده عادي، ويبقى هو تفكيره غلط ومشاك معاه انت كمان في التفكير الغلط. طب لا، احنا ربنا خلق لنا عقل وخلق لنا تفكير. ليه؟ عشان احنا نفكر. انت مثلا لقيت صاحبك ده بيفكر بالطريقه المتعصبه دي او الطريقه الوحشه دي في حاجه، تمام، فانت ايه تقول له لا احنا التفكير ده غلط، لا ما ينفعش، لا احنا ما ينفعش نمشي في التفكير ده او نمشي في الموضوع ده، تمام. فده ايه؟ ده مخلكش انت تتأثر بتفكيره هو. ليه؟ لان انت عندك تفكير، انت قادر انك تحلل الموقف وتشوف اذا كان ده صح ولا غلط، وقادر انك تنقد تقول لا انا مش هعمل الحاجة دي او مش هفكر التفكير الوحش ده، تمام. طيب وخصوصا ايه؟ ان كانت خاطئة وهادمة، زي ما احنا بنقول تفكير خاطئ وهادم. طيب ويساعد على ايه؟ القدرة على مواجهة الافكار بأدلة مقنعة. زي مثلا ايه؟ لو لقيت واحد صاحبك مثلا ايه ملحد، ما بيؤمنش بوجود الله، تمام، فايه ينفع يجي يقول لك ده ما فيش ربنا وانت تقول له اه صح ده ما فيش ربنا؟ لا ما فيش الكلام ده. انت تقول له لا انت تفكيرك غلط. هيقول لك غلط ازاي؟ انت كده عملت له نقد، انت كده نقدته وقلت له ان انت غلط. طيب اديله دليل بقى على وجهة نظرك الصح. تقول له طب الشمس والقمر بيطلعوا ازاي؟ ازاي في نظام؟ مين اللي خلق الانهار؟ مين اللي خلق الارض؟ مين اللي خلق البشر؟ مين اللي خلق الطيور؟ كل الحاجات دي. فانت ايه عندك ادلة تقدر تواجه بيها ايه؟ تواجه بيها التفكير الغلط وما تتأثرش بيه. طيب مثال على التفكير الجيد، تمام، ايه؟ بيحمينا من الشائعات والاخبار الكاذبه والارهاب والتطرف. طيب مثال ازاي بقى ده بيحصل؟ المعلم يعلم طلابه التفكير ايه المعتدل الناقد. ان انا لو لقيت حد بيفكر بطريقه غلط اقول له لا انت تفكيرك ده كده غلط، تمام، وتقدم له ايه ادله مقنعه زي ما احنا قلنا من شويه على ان ايه تفكيرك انت اللي صح او وجهه نظرك انت ايه انت اللي صح. طيب وبكده ده يكون اسهل شرح للتفكير الانساني واهميته وخصائصه. وهسيب لكم سؤال في اخر المحاضره حلوه واكتبوا لي ايه الاجابه بتاعتكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.